اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما تعودنا دايما بنتكلم عن يوميات في حياة المصري القديم او اشياء بيقوم فيها في حياته، فاحنا النهارده هنتكلم عن الطب في مصر القديمة. الطب في مصر القديمة كان متقدم جدا بالنسبة للعصر اللي كانوا بيعيشوا فيه. المصريين القدماء طوروا نظام صحي وعلاجي معتمد على مزيج من الاعشاب الطبية والمعرفة التشريحية والعلاج الروحي والديني. وكان الأطباء في مصر القديمة مكانة عالية جدا، وما زالت المكانة دي زي ما هي دلوقتي. كان الأطباء في مصر القديمة بيستخدموا أساليب متعددة لتشخيص حالة المريض. زي ايه كده؟ زي أولا طبعا فحص الأعراض والتحدث مع المريض زي ما بيحصل برضو دلوقتي. استخدموا علاجات متنوعة بتشمل الأعشاب والنباتات الطبية. النباتات الطبية دي زي التوم والزنجبيل، لما حد بيعي محدش بيرضى يشربه دلوقتي برضو، والبردقوش. فكان المصري القديم بيعتقد ان قوة الشفاء بترجع للأدوية الطبيعية اللي هي أدوية مشتقة من الطبيعة نفسها. أما بالنسبة للجراحة فكان عندهم معرفة متقدمة في الجراحة، زي خياطة الجروح وفحص الأسنان. وأكبر دليل على كلامي ده إن هما كانوا بارعين في الجراحة، يعني كانوا بيقوموا بإجراءات طبية معقدة زي تحنيط الأجسام بعد الموت علشان تفضل الموميا زي ما هي وما تتحللش أو تصيبها حالة من التعفن. كان الطب في مصر القديمة مرتبط بالدين، بمعنى اعتقد المصريين القدماء ان الامراض اللي عندهم دي ممكن تكون من غضب الآلهة عليهم، فكان العلاج الروحي جزء اساسي من العلاج. وكان في اطباء مختصين بالطب الروحي وطقوس طرد الارواح الشريرة كانت بتستخدم لعلاج بعض الامراض، اللي هي الطقوس بتاعه طرد الارواح الشريرة، يعني كانت بتستخدم لعلاج بعض الامراض. طيب بالنسبة للادوات الطبية بقى اللي كانوا بيستخدموها، هنلاقي المصريين القدماء استخدموا أدوات طبية مبتكرة زي المشارط والأدوات الجراحية الأخرى. كمان استخدموا الضمادات والمراهم في العلاج. بالنسبة للمخاوف من الأمراض المعدية فكانوا على دراية بيها، زي مرض الطاعون وزي مرض الملاريا، ولكن بسبب افتقارهم للمعرفة الدقيقة حوالين مسببات الأمراض دي ما كانوش عارفين ايه سبب المرض ده أصلا. فكانت طرق الوقاية والعلاج بتكون مبنية على التجربة والطقوس. وبفضل المعارف المتقدمة في الطب هنلاقي المصريين القدماء تركوا تأثير كبير على الطب في العصور اللاحقة، وتم اكتشاف العديد من النصوص الطبية القديمة اللي بتوضح الممارسات دي. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.